ايه الاكل ده يا ولية؟ هو كل يوم فول يا اما بصارة؟ ايه ما بتعرفيش تطبخي اللي هم ولا ايه؟ بطني نشفت. حاضر يا اخويا، هغير الاكل عشان خاطرك، بس انت نسيت زمان كلمتك ليا. امسك ايدك في المصاريف حتى لو هتاكلينا كل يوم بصارة. فاكر ولا نسيت؟ ايوه فاكر، بس ده كان زمان لما ما كانش حيلتنا اللضا. دلوقتي الحال اتغير، هفضل برضو اكل بصارة. وبعدين تعالي هنا يا ولية، هو ايه الريحة دي؟ وايه الهدوم اللي انت لابساها؟ انت مالك شكلك زي الخدامين كده؟ انا يا اخويا زي الخدامين؟ ما هو انت ما بتزودش في المصروف ولا بتديني اي حاجة. عشان ايه يا ولية؟ ما هو انت لو ست شاطرة ودبارية كنت دبرت امورك. اوعي يا ولية من وشي، هنام ساعتين واصحى الاقي المحمر والمشمر. انت فاهمة ولا لا؟ يا شيخ اوعي من وشي بقى، ريحتك قلبت بطني. مساء الخير، خليني احكي لكم حكايتي، بس الاول لازم تعرفوا ان محدش بيصحى من النوم وهو ناوي يضيع حياته. بس انا تعبت من كلمة معلش، نستحمل بعض شوية. اصل الشوية بقت سنين، 20 سنة عدوا وانا بقوم قبله، احضر له الفطار، استناه يرجع من الشغل. في الاول كنا فقراء، بس انا كنت اغنى بالصبر. بعت دهبي مرة واتنين وتلاتة، ما سألتش هيترد امتى. كنت شايفة ان اللي بينا اكبر من الحساب. شيلته في مرضه وشيلت البيت على دماغي. كنت بعمل جمعيات بستلف له من طوب الارض، من قرايبي من الجيران، ماشية اقول للناس في كل مكان معلش استحملونا شوية. شلت كل حاجة على دماغي، حرفيا على دماغي. شلت كلمة هانت بكرة جاي، لحد ما الكلمة بقت تقيلة على اللسان. ولما ربنا وسعها عليه الدنيا كلها اتغيرت. بس أنا فضلت زي ما أنا. هو بقى يلبس لبس جديد وتعلم يتكلم عن الفلوس. أنا لسه فاكرة الأيام اللي كنا بنعد فيها الجنيه جنب جنيه على الترابيزة. بعد ما الفلوس دخلت بيتنا والقرش بقى يلعب في إيده، تصرفاته اتغيرت، نظراته ليا كمان اتغيرت. بقى يغيب عن البيت، ولما أسأله يقول لي في ايه يا ولية؟ انت هتحاسبيني ولا ايه؟ ما اكيد طبعا كنت في شغل عشان ادبر لكم فلوس تصرفوا منها، كله من تعبي وشقاية وجري طول النهار. احمدوا ربنا على اللي انتوا فيه وسيبوني في حالي. كنت بسكت، كنت عايزاه يبقى كويس واقول معذور ده مضغوط في الشغل. كنت بدعيله بالبركة والزيادة كمان وكمان. لكنه بقى كتير الشكوى والتذمر، مفيش حاجة في البيت عجباه، رغم ان في الاول كنت بعجبه. حتى الاكل بقى يقرف منه، كل يوم بصارة يا اما عدس يا اما فول. انت ايه يا شيخة، ما بتزهقيش؟ بطني نشفت يا ولية من كتر الاكل ده. حاضر يا اخويا، من عينيا، هغير الاكل عشان خاطرك. بس انت زمان كنت بتقولي امسكي ايدك يا ام العيال في المصاريف، ولا نسيت؟ ايوه فاكر، بس زمان ما كانش حيلتنا اللضا. دلوقتي خلاص يا ولية، الحال اتغير، هفضل برضو اكل بصرة وانا شقيان. ما هو انت يا اخويا ما زودتش مصروف البيت، هو نفس المصروف بتاع زمان، وكده مش هعرف اغير البصارة. زود المصروف عشان اطبخ لك اللي انت عايزه، عينيا ليك يا سيدي الناس. قام وقف وحطلي الفلوس على الترابيزة. عايز ارجع بالليل الاقي اكل ما يوجعش البطن ولا يتعب المصاريف. ولما بقيت بنوع في الأكل وبقى معظم أكلنا لحوم وفراخ، لقيته يزعقلي وقول انتي مش عارفة تمسكي ايدك في المصاريف شوية، كل شوية هات فلوس هات فلوس. انتي ايه مفكرة نفسك متجوزة بنك متحرك؟ اعمل لك ايه بس؟ مش انت اللي عايز الاكل ده؟ هو الاكل بشتريه ببلاش؟ ما انت عارف اللي فيها، الاكل تمنه غالي قوي، وانا بحاول اراضيك، مش عارفة امسك ايدي. وانت يا اخويا لما بمسك تقولي نوعي في الاكل. طب اعمل ايه؟ انا يا وليه اللي هقولك تعملي ايه؟ بقى بعد 20 سنة جواز جاية تسأليني اعمل ايه؟ دي بقت عيشة تقرف. انا ماشي يا ولية رايح الشغل ومحدش يتصل بيا ولا يطلب مني حاجة. وفي يوم كنت بنظف البيت، ما كانش ميعاد رجوعه، لكنه رجع بدري ولقيته بيقولي ايه يا ولية اللي انا شايفه ده؟ الحمد لله على السلامة يا أخويا، جيت بدري يعني النهاردة. تحب أعمل لك أي سندوتش تصبيرة لحد ما الغدا يجهز؟
لقيته بيبص لي باشمئزاز وبيقول: انت عامله كده ليه يا وليه؟ شكلك شبه الخدامين، وايه الهدوم اللي تقرف دي؟ بلعت كلامه بالعافيه: معلش يا اخويا، اصلك جيت في غير ميعادك، وانا ما كنتش اعرف ان انت راجع، ودي يا اخويا هدوم تنظيف البيت اللي بنضف بيها. اكيد يعني مش هنضف البيت بهدوم جديده. هروح يا اخويا اغير هدومي وارجع لك حالا. ولما غيرت الهدوم وجيت قعدت جنبه على الكنبه: ايه يا وليه، ما غيرتيش ولبست حاجه عدله ليه؟ اهو يا اخويا ما انا غيرت هدوم التنظيف، قلعتها ولبست هدوم نظيفه. ها، وانت فاكره بقى ان انت اللي لابساه ده هدوم؟ هو ده منظر؟ انت يا وليه ما بتبصيش لنفسك في المرايه؟ ما بتشوفيش الستات في الشارع بيلبسوا ايه وبيلبسوا ازاي؟ يا وليه هتفضلي بخيله على نفسك كده؟ بخيله؟ انا اللي بخيله يا ابو العيال؟ ده انا بعت دهبي كله عشانك انت، بعت ورثي كله من امي وابويا واديتهولك عشان تفتح بيه مشروعك. ما بقاش حيلتي اي حاجه عشان خاطر اوقف البيت ده على رجليه وما نطلبش حاجه من حد. حرمت نفسي من الهدمه النظيفه عشانك انت وعيالك، وبالرغم من ده كله عمرك ما فكرت ان انت تدخل عليا بطقم جديد ولا تديني فلوس عشان اجيب بيها هدوم جديده. كنت دايما بتدي لعيالك وبس، حتى مصروف البيت ما زودتوش الا عشان اعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. قول لي بقى، كنت هاشتري هدوم جديدة إزاي؟ إزاي وبكام؟ رد عليا وقال لي: عشان انت ست مبذرة، مش عارفة تدبري وتوفري من فلوس البيت، ولا عارفة تحوشي تجيبي لك هدمة جديدة، كل مرة هات هات هات. يا اخويا بقول لك انت ما زودتش المصروف عشان اقدر احوش. انا كنت بستلف من عيالك عشان اجيب حق الغدا ولا ادفع مصاريف البيت، المية والنور والغاز، وكل ده عشان انت ما تشتكيش من قولة كل شوية هات. انا تعبت منك، انا اللي شيلتك طول السنين اللي فاتت، وكل ده وانت مش شايفني. ها، حِلِك على نَفْسِك. أنتِ فاكرة نَفْسِك عملتِ إيه يعني؟ أي سِت بتعمل كده، بتكنس وتنضّف وتطبخ. عملتِ إيه أنتِ زيادة عن واجبِك كزوجة؟ ما اخترعتيش الذرّة. يعني قال شيلتك طول السنين. أنتِ هبلة يا ولية والّا إيه؟ أنا اللي عملت نَفْسي بنَفْسي، أنا اللي شقيت وجريت وسهرت عشان أخلّيكم في المستوى اللي أنتم فيه دلوقتي، لكن أنتِ بقى اللي مُصِرّة تعيشي دور الضحية. الكلمة نزلت على قلبي تقيلة، مش عشان متعودة على الوجع، لأ، عشان جت من أقرب واحد. ما ردتش عليه، دخلت المطبخ وغسلت وشي، سبت المية تاخد معاها دموع عيني، ما حبيتش حد يشوفها. ومن اليوم ده ابتديت أحس إني مجرد عبء مش شريكة حياة. أنا عشت طول عمري في وهم، دفنت عمري بالحياة وأفنيت حياتي لواحد عمره ما قدرها ولا هيقدرها، واحد استغلني أسوأ استغلال، ودلوقتي بيقولي: هو انت عملتي ايه؟ وفي يوم وانا برتب الدولاب وقعت ايدي على سلسلة دهب صغيرة، اخر حاجة فضلالي من ريحة امي. مسكتها وبصيت لنفسي في المراية، شفت ست تعبانة وشقيانة، ملامحها باهتة، وشها أصفر وباين عليه الفقر، مع إننا أغنياء جدا ويمكن نكون أغنى ناس في البلد. مش عشان شكل السلسلة عجبني إني لبستها، لأ، أنا افتكرت إني كنت بني آدمة قبل ما أكون مجرد واجب وعبء عليهم. ومع ذلك ما واجهتوش ولا طلبت كلمة حلوة، بس بدأت أهتم بنفسي اللي أهملتها سنين عشان أوفر كل قرش، وبدل ما أصرفه على نفسي كنت بصرفه على بيتي وجوزي. بحرم نفسي من اللبس والكسوة عشان أخلي البيت دايما عمران ومش محتاجين حاجة من حد. لكن عرفت إن كل ده مهنش، كل ده منفعش معاهم. عرفت إن في ناس العشرة عندهم ملهاش تمن، وإن اللي ضحى كتير منتظرين منه إنه يفضل يضحي طول عمره، لإنه مش مسموح ليه بأي وقت حتى يفتكر نفسه. بقيت بعدها أوفر من فلوس البيت وأجيب حاجات لنفسي، ولما يسأل فين فلوس البيت أقول له اتصرفت كلها على البيت. جبت هدوم جديدة واشتريت علبة مكياج جديدة، ده أنا حتى رحت للكوافير والأول مرة من سنين، وده لأني كنت بوفر له وبعمل لنفسي كل حاجة في البيت. كنت عايزة أحس إني جميلة، إني ست، مش عايزة أشوف نظرة الاشمئزاز دي في وشه تاني. عايزة أرجع ثقتي في نفسي
اللي هو هزها. ولما رجعت من الكوافير ولبست لبس كويس انتظرته عشان يشوفني. كنت حابة أشوف رد فعله بعد النيولوك الجديد زي ما بيقولوا. كنت متحمسة قوي إني أشوفه هيقول لي إيه. كنت مستنية منه نظرة إعجاب، فرحة، انبهار، بدل نظرة القرف اللي بشوفها في ملامحه. للأسف ما تغيرش أي حاجة وخيب أملي زي كل مرة. وأول ما شافني بصلي وقال: إيه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا ولية؟ انت هتخيبي على آخر العمر ولا إيه؟ سبتي إيه يا ولية لبناتك الكبار؟ هو بعد ما شاب وادوا الكتاب انت جرى لعقلك إيه؟ بقى زي الهبلة رايحة تجري يا ولية وترمي فلوسي في الأرض. وإزاي أصلا تطلعي من غير إذني؟ أنا سمحتلك؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ انطقي يا ولية. مش كنت بتقولي مفيش فلوس ومصاريف البيت على القد؟ دلوقتي بقى لما عايزة تروحي الكوافير وتجيبي لنفسك الفلوس ظهرت؟ رديت عليه بقهر الدنيا كلها: انت عايز ايه بالظبط؟ انا ما بقتش فاهماك، مش عارفه اراضيك، لا اكل عاجبك ولا بيت ولا لبس. امسك ايدي مش عاجب، وافرط ايدي برضه مش عاجب، اوفر فلوس البيت واجيب لنفسي هدوم وغيره برضه مش عاجب. اول ما احاول اظبط نفسي علشانك مش عاجبك. هي اخي حرام عليك، انت من اول ما الفلوس عرفت طريق جيبك وانت مفيش حاجه عاجباك. في ايه يا ولية بقى دلوقتي بتلوميني؟ ما انا طول عمري يا اختي عايش مكنة صرف ليكي ولعيالك، هات 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 من غير رحمة. دلوقتي جاية تلوميني وتحاسبيني اني بشوف نفسي شوية؟ لا، مش بلومك، انا بلوم نفسي. بحاسب عمري اللي بيروح مني، وشكلي اللي بهت، ونصتي اللي انت لغيتها، حياتي اللي افنتها عشان البيت يقف على رجليه. لكن للأسف كانت لحد مش مقدر. أنا ما طلبتش منك كتير وما كنتش هطلب. أنا ما كنتش عايزة فساتين ولا ماركات ولا عايزة هدوم جديدة. أنا كنت راضية، أقسم بالله كنت راضية. أنا بس كنت عايزة أحس بشوية اهتمام. كنت عايزة أحس إني مرغوبة مش مستهلكة. عايزة أحس إني مش عبء عليك. عايزة أحس إني شريكة مش خدامة تحت رجليك. عايزة أعرف أنا بالنسبة لك إيه، حمل ولا سند؟ إحنا اتحولنا الاتنين بيكلموا بعض بالعافية. بقولك إيه يا ولية، أنا مش فاضيلك. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ صدقني مش عارفة عايزة إيه، وده السؤال اللي جاي أسأله للناس. أنا عايزة إيه؟ قولولي حل أعيش معاه زي ما كنا، لا هو شايفني ولا حاسس بيا، ولا أشوف نفسي وأطز فيه وأضرب برأيه عرض الحائط زي ما بيقولوا، ولا أتطلق منه وأبدأ حياتي من جديد. بس خلي بالكوا، أنا دلوقتي عديت ال50. لو أنت مكاني هتعملي إيه؟ مساء الخير. دي مشكلة الليلة. الست دي زي ستات كتير قوي عايشة حياتها لجوزها ولولادها، وفي الطريق نسيت نفسها. وده اللي حصل بالظبط. رأيي أنا إن أنت ما تتطلقيش منه، أنت عيشي حياتك، لأن ده بيتك ودول ولادك. ده بيتك اللي أنت عملتيه بتعبك وشقاكي وصبرك على الفقر. علشان كده ما ينفعش إنك تمشي وتسيبيه لواحدة تاخده على الجاهز. واهتمي بنفسك، لأن ده بيسعدك أنت أولا، وهو مع الوقت هيتعود على كده، ولا حتى إن شاء الله عنه ما تعود. المهم إن أنت تبقي ست سعيدة ورايقة عشان نفسك وعشان ولادك. وتعبك ومجهودك اللي انت عملتيه وبنيتيه طول العمر مستحيل حد ياخده. ده رأيي أنا كمروة، ومستنية رأيكم تحت في التعليقات. وما تنسوش إن رقم تليفون القناة، رقم الواتس، هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة دلوقتي. اللي عندها مشكلة تدخل تكلمني على الواتس وأنا هرد عليها.